حاسس إنك مش عايش حياتك، كل حاجة حواليك بتتحكم فيك وإنت واقف ساكت. كل يوم شبه اللي قبله، نفس الشغل، نفس الزحمة، نفس التعب، بس في طريق تاني، طريق ب7 عادات لو بدأت بيهم حياتك كلها هتتبدل. العادة الأولى: خليك مبادر، يعني ما تستناش حد ياخد لك قرار ولا تستنى الظروف تتحسن. انت اللي تمسك دفة حياتك وتختار كل يوم تكون مين وتتصرف ازاي. العادة التانية: ابدأ والنهاية في دماغك، يعني ما تعيش وخلاص، عيش بهدف، برؤية، بصورة في خيالك عن الشخص اللي نفسك تبقى عليه. لما تبقى شايف الصورة هتعرف تبني الطريق. العادة التالتة: حط الأهم قبل أي حاجة. في حاجات كتير بتسرق وقتك بس مش كلهم مهمين. اوعى تنشغل بحاجات صغيرة وتنسى الكبيرة اللي بتغيرك فعلا. العادة الرابعة: فكر مكسب على مكسب، ما تشوفش الدنيا معركة لازم تكسبها لوحدك. لما تساعد غيرك يكسب انت كمان بتكسب. النجاح الحقيقي بيحب الجماعة مش الفرد. العادة الخامسة: افهم قبل ما تتكلم. معظم الناس بتسمع علشان ترد مش علشان تفهم، بس لو عايز فعلا تأثر اسمع بجد، افهم اللي قدامك من جوه. العادة السادسة: التآزر يعني التعاون، يعني شوف القوة في الاختلاف مش في التشابه. فريق متنوع بيطلع حلول عبقرية أكتر من أي فرد لوحده مهما كان شاطر. العادة السابعة: اشحد المنشار، يعني طور نفسك. ما ينفعش تفضل تشتغل وتدي وانت منهك ومتآكل. جسمك، عقلك، روحك محتاجين صيانة. القراءة، الرياضة، التأمل، النوم، كل ده مش رفاهية، دي أدوات استمرارية. خد بالك، مش لازم تغير كل حاجة مرة واحدة. ابدأ بعادة واحدة وحطها في روتينك، ومع الوقت هتكتشف انك بقيت نسخة أقوى، أذكى، وأنضج. الناس الناجحين مش ناس خارقة، هم ناس اختاروا يغيروا عاداتهم فاتغيرت حياتهم.